هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل الإنسان فعلا؟ الحقيقة اللي بتخوف العالم. في كل يوم بيعدي التكنولوجيا بتتقدم بسرعة جنونية، ومع كل اختراع جديد بيزود السؤال اللي بيخوف الكل: هل الذكاء الصناعي هيستبدل الإنسان فعلا ولا هيكون مجرد أداة في إيده؟ زمان كان الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة في أفلام الخيال العلمي، لكن النهاردة بقى واقع. بيكتب المقالات وبيرسم الصور وبيشخص الأمراض وبيقود السيارات لوحده، وده خلى العالم يقف بين خوف وأمل. في مصانع ضخمة في اليابان وأمريكا الروبوتات بقت بتشتغل 24 ساعة بدون ما تتعب، وفي شركات عملاقة بيعمل برامج الذكاء الاصطناعي بقت بتكتب الأكواد وتخترع تصاميم، وفي المستشفيات بتشخص الحالات بدقة أعلى من الإنسان أحيانا. بس وسط كل ده العلماء لاحظوا حاجة مهمة جدا: الذكاء الاصطناعي يفكر بسرعة بس ما بيحسش. يقدر يفهم البيانات لكن ما بيقدرش يفهم الألم أو الحب أو الخوف، وده اللي بيميز الإنسان عن أي آلة: الإحساس. وفي تجربة حقيقية في جامعة أمريكية، روبوت كان بيحاول يجاوب على أسئلة الناس عن العواطف، لكن لما سألوه هل تقدر تحب، جاوب: أنا أفهم معنى الحب لكن لا أستطيع الشعور بيه. الرد ده خلى كل اللي في القاعة يسكتوا دقيقة كاملة. عايزة أقول لكم إن الذكاء الاصطناعي ممكن يتعلم كل حاجة، بس مش هيقدر يكون إنسان، لأن الإنسان مش مجرد عقل، الإنسان روح وقلب ومشاعر وضمير، والحاجات دي مش ممكن أي خوارزميات تقلدها. وفي النهاية الذكاء الاصطناعي مش خطر لو الإنسان عرف يستخدمه صح. الخطر الحقيقي لما الإنسان ينسى نفسه ويحاول يعيش زي الآلة. في استخدام التكنولوجيا استخدم التكنولوجيا لكن خلي قلبك دايما هو المتحكم. هل خفت في يوم من الذكاء الاصطناعي ياخد دورك؟ فكر وقولي رأيك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.